بإخلاص، وشكرا على مساعدتكم لتقديم كل هذا من أجلنا. الآن سوف نصبح نتعلم الدراسة ونحن نستمتع باستعمال الكمبيوتر. اليوم نقوم بافتتاح قاعة الإعلاميات التي أشرفت عليها شركة لافارج مشكورة، وهذه الشركة هي شركة مواطنة وتساهم دائما في الرفع من جودة التعليم ومساعدة المؤسسة طيلة السنة الدراسية وطيلة الحياة المدرسية، بما فيها اليوم العالمي للسلامة الطرقية. وهذه السنة قامت المؤسسة مشكورة بتأهيل وتجهيز قاعة الإعلاميات بالمؤسسة من أجل أن يتمكن التلاميذ من الولوج إلى عالم الإنترنت والفضاء الأزرق بكل أريحية وبكل حرية. ومن هذا المنبر نتقدم بجزيل الشكر لشركة الإسمنت لافارج على مجهوداتها القيمة، متمنين لها بدوام التقدم والازدهار لما فيه مصلحة الصالح العام. اليوم في إطار برنامج التنموي والاجتماعي اللي كتخص المؤسسة الفاعلين والمدارس المحيطة بالمعمل، كنقوموا بتجهيز قاعة للإعلاميات اللي غادي يستافدوا فيها التلاميذ ببرنامج خاص بواسطة حواسيب كونكتي مجهزة وبواحد السبورة إعلامية، واللي كتعاون الأساتذة أنه يولجوا المعلومة بطريقة تلقائية فاعلة، والمعلومة جديدة ومتوفرة زعما آنية. المستفيدين غادي يكونوا بطبيعة الحال على زعما بأقل تقدير هو 20 تلميذ، ولكن فما أكثر، وبواسطة زعما الحواسيب ديال الإعلاميات غادي يتمكنوا أنه ياخذوا المعلومة بطريقة فاعلة، ويتمكنوا بمتابعة الدراسة ديالهم بحالهم بحال جميع التلاميذ اللي في جميع المواد بطريقة فاعلة. وكما نشير أنه في البرنامج ديالنا القاعة الإعلاميات هذه ما عادش تكون الأولى بطبيعة الحال، عاد نخصصوا بعض المدارس في هذا البرنامج. من هذا المنبر نقدم الشكر الجزيل لمؤسسة مصنع الإسمنت بجماعة فم الواد، اللي دائما عاهدنا بتقديم وبالمشاركة لهذه المؤسسة بجميع ما يتعلق بالأدوات والملابس المدرسية. وهذه في هذه الفترة أو اليوم يعني اجتمعنا لتأسيس هذا الحدث الكبير، هو إحداث مكتبة إلكترونية من مجموعة من الحاسوبات الإلكترونية اللي غتضرب النفع على أولادنا وعلى تلاميذ مدرسة فلسطين إن شاء الله. ونقدم من هذا المنبر الشكر الجزيل لجميع من ساهم، من مدير المؤسسة ومن مدير المصنع، وكذلك جميع الإخوان من العمال والموظفين اللي حضروا معنا هذا، والأطفال كذلك اللي قدموا حفل رائع، وشكرا جزيلا للجميع.